يمكن داك المستقبل اللي خايف منه انت ما كاينش فيه. هذا ملخص اشطاري في العالم هاد الايام، بدءا باعصار بدا من اليونان وضرب ليبيا وراه حاليا متجه لمصر، مخلف وراه غير في ليبيا اكثر من 100,000 مفقود واكثر من 10,000 وفاه، وزلزال المغرب اللي تجاوزوا ضحاياه 3000 فقيد، بحصيله تقريبيه كتجاوز اكثر من 20,000 وفاه غير في 3 ديال الدول في ايام معدوده. ومن هاد ال 20,000 كانوا ناس بحالنا كيخططوا للدخول المدرسي واش نديروا ورا الباك والخرج هاد الويكاند، وكاين اللي مخطط يبدا يحفظ القران ويرجع صلته مزيانه مع الله، وكاين اللي بحالنا كيقول خلي تنكبروا ونتوبوا ما لناش زربنا. وفي لحظه طلعوا كلهم لدار الحق وقامت قيامتهم عند الله عز وجل. وهنا ما كنقولكش ما تعيش الدنيا وما تحلمش، لا، عيش وطمح وخدم، غير ما تنساش اهم قاعده هي انك مجرد ضيف في هذه الارض وما على الضيف الا الرحيل، وغترجع لدار الحق حتى انت. فدي معك شي حاجه تنفعك ولو على الاقل، غير ما تقطعش الصله ديالك بالله عز وجل. شد غير في صلاتك، راه والله الدنيا ما دارنا والموت ما غيتسناكش حتى تستقم، لكن استقم انت وتسنى الموت، حيت اللي قبض هذا الاكثر من 20,000 في لحظه قادر يقبضني ويقبضك في لحظه، لكنه